بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر هو ما يجري على القلب واللسان من تسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيهه وحمده والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجمال والجلال. فالذكر ليس ألفاظا يرددها اللسان في غياب العقل والقلب، ولذلك نقرأ بأن الله تعالى في كتابه العزيز قارن بين الذكر والتفكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولذا قالوا إن الذكر على 7 أنحاء، فذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر القلب التسليم والرضاء، وذكر الروح الخوف والرجاء. وقد أمر الله سبحانه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالذكر: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وأثنى على المكثرين من الذكر ووعدهم مغفرة منه وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بل إن الإكثار لم يرد ملازما إلا لصفة الذكر. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فبذلك أوصى الله تعالى نبيه زكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقد فطن نبي الله موسى لهذا الكنز فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. والمؤمنون مأمورون بالإكثار من الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكثرة الذكر دليل على الفلاح: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وحين لقاء العدو فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. لقد أرشد ربنا جلت قدرته عباده المؤمنين إلى الإكثار من ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة مبينة ما أعده الله لعباده الذاكرين من الفضل العميم والرزق الكريم. ففي الحديث القدسي قوله تعالى على لسان نبيه: لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الملأ الأعلى. وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. والمعية دليل على الشرف والرفعة الربانية والتكريم الإلهي للعبد الذاكر، وكفى بها شرفا وقدرا وفخرا. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت:
أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. وفي هذا القدر بركة، والله ورسوله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.